كوكو حبيباتي، جيتكم بلا روسيت تاع لا كريم برويلي بواحد القوام بزاف كريمي من الداخل ومقرمش من الفوق. تبعوا معايا مقادير الوصفه. اول حاجه عندنا 400 مليلتر تاع الكريمه السائله اللي لازم يكون فيها 35% تاع مواد دسمه. وهنا عندي مغرفه صغيره تاع لافاني، نخلطوهم مع بعضها مليح وندوهم على نار متوسطه حتى وين نشوفوا هكذا على الاطراف، ونحوهم ما تخلوهاش تغلي. بعد ما نحيت الكريمه من على النار، عندي لهنا 100 غرام تاع جبن الكريمي، انا درت الماسكربون، نخلطوه مليح في وسط الكريمه وهي حاميه باش يذوب ويرجع لنا كيما هكذا. بعدها في ريسيبيون درت 120 غرام تاع صفار البيض وجاوني 8 بيضات، نتوما يقدروا يجوكم قل كيما يقدروا يجوكم كثر. مع صفار البيض ضفت 100 غرام تاع السكر وخلطتهم غير بلا فوي حتى انا عندي هذا القوام. نروحوا نجيبوا الكريمه تاعنا اللي خدمناها قبيل مع بعضنا ونضيفوها على صفار البيض والسكر تدريجيا ونبقاو نخلطوا كيما هكذا. نبقاو نخلطوا مليح حتى وين تحصلوا على هذا اللون. الخليط تاعكم تقدروا ديروه في لي غامكا كيما هذو، انا راح نستعملهم في زوج باش نوريلكم النتيجه تاعهم في زوج. وما تنساوش تصفوا الخليط تاعكم. انا هنا ديجا راني مخليه الفور تاعي يسخن على 150 درجه ونجو نعمرو حتى المنتصف بالماء السخون. خليتهم يطيبوا لمده 40 دقيقه. بعد ما يطيبوا نخليهم نصف ساعه يرتاحوا، بعد ندوهم للفريجيدير 4 سوايع باش نجو نديرو طبقه من السكر البني اللي رايح يمدلنا هذاك اللون من الفوق بعد ما نحرقوه. وهذه كانت وصفتنا اليوم البنات، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها وما تنساوش تخلوا لي رايكم. راح نخلي لكم مقادير الوصفه لتحت في الديسكريبسيون. هذا مكان، باي باي.